بيرسي تاو لعبه حافي، خليه يلعب حافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كينيا الأهلي يفوز 3-0 بجدارة واستحقاق، ولأول مرة فريق جورماهيا الكيني يتغلب 3-0 على أرضه، أو أول مباراة بالنسبة له إن في فرقة تغلب جورماهيا الكيني في عقر داره. الأهلي فاز 3-0. في لغز كبير ورا بيرسي تاو، يعني في لغز كبير ورا بيرسي تاو. بيرسي تاو علشان خاطر كان بيلعب مع فرقته القديمة في النهار والساعة 3 العصر هتاخد منه نتيجة ملهاش حل. ده وأقول لك اللي أكتر من كده، بيرسي تاو لعبه حافي، خليه يلعب حافي. هتاخد منه اسيستات وهتاخد منه دبل كيك وهتاخد منه كعوب وهتاخد منه لعب ملوش حكاية من الآخر. ده بيرسي تاو. الناس اللي هي بتتكلم وبتقول بيرسي تاو الفترة اللي فاتت وما كانش على المستوى، وضع بيرسي تاو في اللعب في النهار غير بالليل. متعود على لعب النهار بيرسي تاو. بس بجد بيرسي تاو النهاردة بيقول للناس كلها اللي هي كانت بتتكلم عليه أنا أديني موجود، وبدل الهدف 2 وكنت ممكن أجيب التالت لولا الحكم. من الآخر ده بيرسي تاو. الأهلي عمل شغل عظمة النهاردة. الأهلي ده ما كانش مريح، الأهلي ده كان عامل مباريات قبل كده، كان بيجهز للمباريات دي، ما كانش مريح. ده وضع الأهلي في مباراة النهاردة، كأنه داخل المباراة جاهز، مش بداية مباراة من بعد راحة. لا، ده النادي الأهلي. رامي ربيعة كل يوم بيثبت نفسه وبياخد خبرة، وفعلا يعني نضج. نضج بمعنى كلمة نضج. رامي ربيعة مباراة في المنتخب بيجيب هدف، وادي مباراة النهاردة المفروض ان هو في يعني المفروض في الهجمة دي يكون هو بيدافع ورا، انما ملاقينه قدام وبيخلص كرة زي دي بيجيبها جون. لا، رامي ربيعة بسم الله ما شاء الله، ربنا يتم عليه الفترة اللي جاية ويكمل بإذن الله. النادي الأهلي النهاردة كان عظمة وعمل عظمة، يعني بيكمل بقية الإنجازات بتاعته بسم الله ما شاء الله عليه، الله أكبر، ربنا يتمها عليه. 3 أهداف النهاردة في جورماهيا الكيني، يعني أول مرة تحصل إن جورماهيا الكيني يتغلب على أرضه. ده شغل عظمة، ده شغل الأهلي. ده من النهاية اللي بيقول أنا بطل أفريقيا. مين اللي جاي الدور الجاي؟ اللي جاي يستعد علشان الدور عليه. انتوا فاهميني طبعا. مش هنتكلم على السوبر الافريقي، ما تاخدوش كلامي على مباراة الزمالك في السوبر الافريقي يا جماعة. خلوني بتكلم معاكم كده ايه، يعني على طبيعتي، يعني بقول اللي في نفسي. بس هي مباراة السوبر الافريقي اللي جاي. فبالنسبة لجورماهيا كيني المفروض ان هو ما يجيش، يعني خلاص يعتبر المباراة دي من اولها كده 3-0، فالمفروض ما يلعبش مباراة العودة ويخليه مكانه ما يجيش. ده افضل له يعني. واحنا بقى ايه ندبر امورنا علشان نستعد لمباراة الزمالك في السوبر الافريقي. طبعا الكلام على مباراة النهاردة والتغييرات اللي حصلت، يعني النادي الاهلي في الشوط الاول كان ممتاز، كان ممتاز. يعني حسين الشحات تمام، لعب اللي مطلوب منه وادى الاداء بتاعه اللي هو مطلوب منه. امام عاشور برضو ادى اللي عليه واللي مطلوب منه. تيجي تبص على مارسيل كولر، كان مسخر كل اللعيبة في اماكنها والمطلوب منهم يتنفذ، لا بزيادة ولا بنقص. ده اللي كان مطلوب منهم كانوا بينفذوه. الشوط الثاني بصينا على حاجة، ان مارسيل كولر في الدقيقة 62 بيعمل تغييراته اللي اول مرة بيعملها من زمن. دايما تغييراته كانت بتبقى في الدقيقة 75، في الدقيقة 80، كانت بتبقى متأخر. انما في الوقت ده بالذات وطريقة تفكيره تشتغل ان لاعيبة الاهلي مش في الوضع اللي هو عايزه وفي الاستحواذ في الملعب، ويغير في الدقيقة 62 وينزل 3 تغييرات. يعني بسم الله ما شاء الله. محمد طاهر نزل، اخد
الناحية الشمال دي خدها شارع بحسابه، على اسمه هو، مكتوب على اسمه. يعني عمل شغل عالي، نزل وعمل فرص وضيع فرصة. يعني الهدف الثالث لبيرسي تاو هو اللي عمله. الهدف الثالث لبيرسي تاو هو اللي عمله. يعني بسم الله ما شاء الله، الثلاث تغييرات اللي نزلوا، قفشة او حتى كوكا، نزلوا ظبطوا وسط الملعب، والاهلي عاد للسيطرة من جديد تاني. ده النادي الاهلي اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو مش بنقول الفترة اللي فاتت كان بينيم افريقيا من المغرب، لا ده هو دلوقتي بينيم افريقيا من العصر. من العصر بينيم افريقيا. ان شاء الله المباراة اللي جاية الاهلي هيقدم اللي عنده، وبإذن الله نظرنا على السوبر الافريقي وربنا يكرمنا به ان شاء الله. السلام عليكم.